كل الناس بتشتري كاميرات، بس اوقات كتير بقى في دماغك فكره وانت مش عارف تطلعها على الكاميرا بتاعتك لانك بتصور على الاوتوماتيك مود. النهارده هنتكلم على اهم مشاكل التصوير الاوتوماتيك. اول مشكله من مشاكل الاوتوماتيك مود هي الاوتو اكسبوجر. يعني ايه اوتو اكسبوجر؟ يعني الكاميرا بتبدا انها تقيس الاضاءه في الصوره اللي انت هتصورها على اضاءه الصوره كلها. يعني لو انت بتصور شخص ووراه اضاءه عاليه قوي، الكاميرا مش هتعرف ان انت بتصور الشخص ده، فهي هتظبط الصوره بتاعتها على اضاءه المكان ككل. فالشخص اللي انت بتصوره هيطلع ضلمه والخلفيه هتطلع اضاءتها مظبوطه. زي ما تاخد واحد صاحبك وتصوره وراه الشمس. جرب كده تعملها وانت بتصور بموبايل او بكاميرا على الاوتوماتيك مود، هتلاقي ان الشخص دايما يطلع اسود والشمس اللي تطلع مظبوطه، لان الكاميرا قاست الاضاءه على الصوره كلها وما عرفتش ان انت بتصور الشخص ده. ولكن في المانيوال مود احنا بنقدر نتحكم ونقول للكاميرا خلي بالك قيس الاضاءه في المكان ده. انا لو بصور الشخص فبقيس الاضاءه على الشخص ده لوحده، فبالتالي يطلع الشخص منور والخلفيه حتى لو اوفر اكسبوجر او اضاءتها عاليه قوي، ولكن انا طلعت في الاخر بالصوره اللي انا عايزها. تاني مشكله بتقابلنا في الاوتوماتيك مود هي الوايت بالانس. اوقات كتير لما بتيجي تصور بتلاقي ان الصور بتاعتك الوانها بتبقى متغيره شويه عن الحقيقه. عين الانسان دايما بتحاول انها تعادل الالوان فبتشوف كل حاجه بلونها صح، ولكن الكاميرا بتحاول تعمل زي عين الانسان. ففي الاوتوماتيك مود الكاميرا ممكن تجتهد فبتبدا انها تلاقي مثلا الصوره، لو انت بتصور اندور تلاقي الصوره مديه على اصفر شويه او اورنج شويه، ولو بتصور اوت دور تلاقي ان الصوره مديه على بلو شويه او ازرق شويه، فبالتالي ما بتطلعش نفس الصوره اللي انت شايفها في الحقيقه. ولكن لو احنا بنستخدم المانيوال مود بنقدر نتحكم في الوايت بالانس، نقول للكاميرا خلي بالك الاضاءه في المكان ده عامله ازاي، فبنطلع بصوره بالوان صح. ثالث مشكله بتقابلنا في الاوتوماتيك مود هي التصوير في اللو لايت. كتير مننا لما بيجي يصور بالاوتوماتيك مود في الكاميرا دي اس ال ار او حتى في الموبايل بيلاقي ان عنده مشاكل كتيره جدا بالليل. اهم مشكلتين بيقابلونا اول حاجه هي اللو شاتر، ثاني حاجه هي الهاي ايز. يعني ايه لو شاتر؟ لو شاتر معناها ان الكاميرا بتحتاج انها تدخل ضوء بالليل لان مفيش المكان بتاعك ما فيهوش ضوء، فالكاميرا بتحتاج انها تدخل ضوء فبتفتح الشاتر بتاعها وقت طويل. في الوقت ده بيحصل ان لو انت بتصور حد والحد ده بيتحرك بتلاقي ان الحد ده او الشخص اللي انت بتصوره باين كانه جوست كده، كانه موشن، حصل له موشن حركه، وده طبعا مش مطلوب. يعني انت لو بتصور بني ادم وايديه بتتحرك كده اهو هتلاقي ان ايديه عامله موشن من اول هنا لغايه هنا، وده لان الكاميرا قللت الشاتر بتاعها. تاني حاجه بتقابلنا في اللو شاتر هي ان انت حتى لو حاولت ان انت تثبت الشخص اللي قدامك وانت بتصور ايديك ممكن تتهز وانت بتصور، فبالتالي هتلاقي الصوره كلها مش الشخص بقى، الصوره كلها مهزوزه. فدي مشكلتين بيقابلونا في الاوتوماتيك مود نقدر نتغلب عليهم في المانيوال مود. تاني مشكله بتقابلنا في اللو لايت هي الهاي ايزو. يعني ايه ايزو او اي اس او؟ الاي اس او يعني حساسيه الكاميرا للضوء، وعندنا مشكله ان احنا كل ما نعلي الحساسيه دي كل ما الصوره يبدا يظهر فيها نويز. فبالتالي انت في الاوتوماتيك مود لما بتسيب الكاميرا هي اللي تحدد الاي اس او اللي هي عايزاه، في اللو لايت بتبدا انها تعلي الاي اس او بتاعك عالي جدا، فبالتالي بتلاقي الصور كلها بالليل فيها نويز كتير، ودي مشكله احنا بنعرف نحلها في المانيوال. رابع مشكله بتقابلنا في الاوتوماتيك مود هي الرونج فوكس. يعني ايه الرونج فوكس؟ اي صوره انا بصورها بالكاميرا لازم يبقى فيها حاجه ان فوكس ظاهره وحاجه اوت اوف فوكس بلوري شويه. في بعض الاحيان وانا بصور اوتوماتيك انا بسيب للكاميرا هي اللي تحدد ايه اللي يبقى ان فوكس وايه اللي يبقى اوت اوف فوكس. يعني انا ممكن وانا بصور صاحبي الاقي الكاميرا ما عرفتش ان انا بصور صاحبي فعملت الفوكس بتاعي مثلا على الخلفيه، فيطلع صاحبي بلوري ويطلع الخلفيه بتاعتي ان فوكس، وده اللي انا مش عايزه. انا في المانيوال مود بقدر ان انا اتحكم في الفوكس واقول ايه اللي انا عايزه يطلع في الصوره ان فوكس وايه اللي انا عايزه يطلع اوت اوف فوكس. اخر مشكله بتقابلنا في استخدام الاوتوماتيك مود هي البوب اب فلاش. ايه هو البوب اب فلاش؟ البوب اب فلاش هو الفلاش بتاع الكاميرا لما بيخرج في وقت انت مش محتاج ان انت تستخدمه فيه. في الاوتوماتيك مود انا الكاميرا بتاعتي اول ما بتلاقيش انه موجود في المكان اللي انا بصور فيه اضاءه تبدا انها تطلع الفلاش عشان تبالانس الاضاءه في المكان. ولكن في اوقات كتير جدا انا ما ببقاش محتاج ان الفلاش بتاع الكاميرا ان هو يطلع، او في بعض الاماكن ما بيبقاش مسموح ان انا استخدم فلاش. انت مثلا لو رحت تصور في سيرك وجيت تصور بالاوتوماتيك مود هتلاقي غصب عنك ان الفلاش كل شويه يشتغل، وفي السيرك ممنوع التصوير بالفلاش.
زي ما شفنا الاوتوماتيك مود في مشاكل كتير وما بيطلعلكش الصوره اللي انت عايزها. حاول ان انت تتعلم المانيوال مود عشان تقدر تطلع الصوره اللي في دماغك. لو عندكم اي اقتراحات او اسئله حطوها لنا في كومنت على الفيديو، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. المانيوال مود عشان تطلع الصوره اللي في دماغك. اوفر قوي اللي في دماغك، وهي بقول لك ايه؟ لسه هقول لك خلص وعيد حاجه ثانيه جديده. مشاكل الاوتو مود بتطلع لنا صور مش زي ما احنا عايزين. ايه عادي على فكره يعني. لا هي عادي بس مش زي ما احنا عايزين. لا عادي فيها. كل المشاكل اللي فاتت دي خلي بالك وانت حاول تتعلم ان انت تصور مانيوال عشان تطلع الصوره اللي انت عايزها. لو عندكم اي اسئله تروح كده. اما انت زي الفل هو ما تقول على طول. ماشي استنى بس انا عايز اقول قبل بس مشاكل الاوتو مود بتعطلنا. حاول دايما ان انت تتعلم